ايه يا جزيري اللي انت بتعمله ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. ايه ده؟ ايه ده لو ناصر منسي كان حطها جون يا راجل. يا راجل ده لو ناصر منسي كان حطها جون. ايه دي؟ مفيش اوفسايد، مفيش اوفسايد. يا نهار ابيض. وانطلقت صافرة أحداث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا. يا رب يا رب يا عالي يكون في أهداف وتكون مباراة قوية عن المباراة اللي قبلها، عشان المرار الطافح اللي احنا فيه ما يطلعش أكتر من كده. عزيزي المشاهد، أتمنى إن سيادتك تعمل باص للفيديو دلوقتي حالا وتنزل في التعليقات تقول لي مين هو أفضل لاعب من وجهة نظرك في مباراة سيراميكا والزمالك، وترجع تكمل الفيديو تاني. هو للأمانة عشان نبقى منصفين، من بداية الماتش كده واللحظات الأولى كده قبل انطلاق صفرة المباراة، جمهور الزمالك للأمانة عامل عظمة في المدرجات. جمهور الزمالك للأمانة عامل عظمة في المدرجات. بس يا رب تكون مباراة حلوة فيها ندية، فيها أهداف، فيها متعة، فيها حياة، عشان إيه المباراة اللي فاتت جابت لي شلل نصفي. هدف ضايع دلوقتي نادي سيراميكا من فخري لقاي في العارضة. هجمة مميزة جدا جدا جدا، وما كانش فيها اوفسايد ولا فيها اي حاجة، وكورة في العارضة القائم انقذ الزمالك. سيراميكا فرقة تقيلة برضو يا جدعان، سيراميكا فرقة تقيلة قوي، وعمرو السولية عامل شغل عالي في نص الملعب. معلم في نص الملعب عمرو السولية يا جدعان، مايسترو حرفيا. مباراة قوية، ولحد دلوقتي المستحوذ واللي بيهاجم واللي بيخش هي سيراميكا. سيراميكا عامله شغل عالي قوي على نادي الزمالك في اول 5 دقائق في المباراه. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. دونجا ومحمد شحاته لبسوا ببعض. انا شايفها في القعده ما فيهاش حاجه الصراحه، هو ايد محمد شحاته جت في وش دونجا بس. يا جماعه ده الدنيا حلوه قوي في سيراميكا. عمرو السولية وسعد سمير وفخري لقاي واسلام عيسى وبالحاج لاعب الزمالك السابق وحسين السيد. فرقه سيراميكا فرقه تقيله برضه يا جدعان. هيكون الماتش هيكون صعب جدا على لعيبه نادي الزمالك بالامان، هيكون صعب جدا، والقائم انقذ الزمالك دلوقتي. يعني بصوا هيبقى ماتش جامد لحد دلوقتي. اوبا، خطأ كبير جدا من مدافعين نادي الزمالك كان هيكلفهم هدف دلوقتي حالا. الواد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا لبس شيكو بانزا كوبري عالمي، اقسم بالله كوبري عالمي. شيكو بانزا داخل بثقه قوي وعايز يقطع منه كوره، قام واخده كوبري طلع من نافوخه. لا بس خامه جيده، خامه جيده. الواد شيكو بانزا ده خامه جيده، ومجرد ان هو ينسجم مع لعيبه الزمالك هتشوف منه شغل عالي قوي. لمساته حركاته وسرعته بتقول كده. شحاته بيضيع هدف بنسبة 90%، وعمرو السولية بينقذ مرمى سيراميكا من هدف مؤكد بنسبة 100%، لولا تدخل عمرو السولية بتاكلينج ولا أروع في ال6 ياردة. أبو ليلى يا جدعان، أبو ليلى وحلاوة أبو ليلى وجمال ومتعة أبو ليلى في التغطية في التاكلينج اللي عمله وأنقذ بيه الجول. عالمي، مايسترو. 10 دقايق على انتهاية الشوط الأول وما زالت النتيجة 0-0. وصلنا للدقيقة 40 وباقي من الزمن 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، والنتيجة ما زالت 0-0، وما زال عمرو السولية أبو ليلى هو كلمة السر في عدم دخول أهداف في مرمى سيراميكا، والقائم هو سبب عدم دخول أهداف في نادي الزمالك. نسيت أقول لكم إن النادي المصري أحرز هدف، يبقى كده اول هدف في الدوري المصري 2025 2026 باقدام لاعبي نادي المصري. خلاص لحظات بسيطه قوي وثواني بسيطه قوي تفصلنا عن انتهاء الشوط الاول بنتيجه 0-0، وفعلا انتهى الشوط الاول بنتيجه 0-0، وما شفناش خطوره ابدا على كلا المرميين. كوره فخري لقاي اللي انقذت محمد صبحي وجت في العارضه، وطبعا كوره ناصر ماهر اللي لسه من شويه في الدقيقه ال5 من الوقت المحتسب بدل ضائع. وممكن برضو نقول على كوره محمد شحاته اللي عمرو السولية انقذها. بس خلاف كده ان الماتش كله سجال في نص الملعب، وتحس كده ان الفرقتين بيشوفوا مين فيهم هيعمل التحامات بدنيه اكتر، او مين فيهم اللي هيعمل التحامات قويه اكتر. على العموم لنا لقاء جديد مع احداث الشوط الثاني.
بداية الشوط الثاني ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب أهداف. يا جماعة الواد شيكوبانزا ده لاعب تقيل والله، لاعب مشاغب ورخم بلغة الكورة، ما بشتموش والله، بلغة الكورة لاعب رخم مشاغب مشاكس، يعني عامل نوش كده في قلب المكان اللي بيلعب فيه. لسه النتيجة 0-0 الدقيقة 47 وهجمة لنادي سيراميكا من ناحية اليمين. اوبس لسه بدري يا رب نشوف اهداف. ايه يا جزيري اللي انت بتعمله ده؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، ايه ده؟ ده لو ناصر منسي كان حطها جون يا راجل، يا راجل ده لو ناصر منسي كان حطها جون. ايه دي؟ مفيش اوفسايد يا نهار ابيض. ايه ده حركوا له بقى الجون كده شويه يا جماعه والنبي، حركوا له الجون كده شويه. يا جزيري فيها جزيري بس. اوبا على الكوره دي، اوبا الاتنين طقشوا في بعض في بروسهم. ايه ده؟ يا خبر ابيض. الونش ومروان بس الونش لمس الكوره قبل مروان وبعدين لبسوا في بعض دماغ في دماغ. ربنا يستر ان شاء الله وتكون سليمه على اللاعبين. الهدف الاول ناصر ماهر في الدقيقه 83 يحرز الهدف الاول لنادي الزمالك. هدف روعه. ونادي سيراميكا كليوباترا جاب يعني وصل لمرمى نادي الزمالك كتير وعمل هجمات قويه كتير ومعرفش يستغل، واللي ما بيعرفش يستغل لازم يستقبل. اللي يضيع لازم يستقبل، واللي ما عرفش يستغل الهجمه لازم يستقبل. هدف ولا اروع لنادي الزمالك عن طريق ناصر ماهر بتسديده روعه. بقى اسيست من ادم كايز اللاعب الفلسطيني، ادم كايز بغلطه فظيعه من دفاعات نادي سيراميكا يحرز ناصر ماهر الهدف الاول في الدقيقه 83 لنادي الزمالك. محمد شحاته في الدقيقه 97 في الدقيقه 7 من وقت بدل ضايع المقدر ب8 دقائق. هدف روعة الروعة لمحمد شحاتة في مرمى بسام ومرمى سيراميكا. يا خبر ابيض، هدف من نص الملعب يا جدعان. ايه ده؟ هو بسام كان فين؟ بسام كان واقف فين ولا كان بيعمل ايه ولا الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ يا خبر ابيض. 2-0 لنادي الزمالك. هدف في الدقيقه 83 لناصر ماهر، وهدف في الدقيقة 7 من الوقت البدل الضائع يا نهار أبيض. شحاتة ده من على خط النص بالظبط. الهدف من على خط النص بالظبط. يا نهار أبيض يا بسام. هدف روعة. 2-0 لنادي الزمالك. هدف في الدقيقة 83 لناصر ماهر، وهدف في الدقيقة 7 من وقت محتسب بدل ضايع في البلاس 90 لمحمد شحاتة. فهدف ولا أروع. خلاص كده المباراة خلصت. أصلا ال8 دقايق خلصوا ودخلنا في الدقيقة 9 وداخلين في الدقيقة 10 أهو، وبكده تكون انتهت المباراة حرفيا. خلاص مفيش كلام تاني. 2-0 لنادي الزمالك على نادي سيراميكا. مبروك لنادي الزمالك والزملكاوية. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. السلام عليكم.